عسلامة البنات، وحشتكم برشا. مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا بألف خير. يعني حبيت نشارك معاكم لحظات في الدار، فان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. وتوا من غير ما نطول عليكم باش ندخلوا نعملوا الاورنج كيك، ان شاء الله يا ربي تعجبكم هي زاده. دونك عندي هوني كيلو من الشروبو او الاورنج اللي تعصر هذيك جو. دونك عندي كيلو عصرته الكل، تحصلت على حوالي 1 لتر يعني. دونك باش ناخذ من كل 1 لتر 100 ملي لتر عصير. دونك الكيس هذايا دونك معبي. تنجموا تعملوا بالملي لتر والا تحكروا بالكيس. دونك كان الكيس متاعي هذايا يرفع 100 ملي لتر. دونك باش نستحق 5 عظمات او 5 بيضات. عندي نص كيس زيت نباتي ما يعادل 50 ملي لتر، 100 ملي لتر عصير يعني كيس. وعندي هوني 2.5 كيس من الفرينة، وعندي كيس سكر. وعندنا هوني السكر الزهر، نكت الزهر هذه ياسر يعطيها بنا مش نورمال. دونك عندي فانيليا بودرة، وعندي باكو بيكنج باودر اللي هي خميرة الحلويات. وعندي هوني زيست متاع كعبة اورانج. وعندي هوني زاده 2 مغارف ياغورت طبيعي. والفورمه متاعنا بالطبيعه دهناها بالزبده ورشه فرينه باش ما تلصقناش، والفور لازم يكون سخون قبل ب10 دقائق على 150 درجه. دونك اول حاجه باش نعملوها باش ننخلو الفرينه متاعنا بالباهي بالباهي حتى لوين تتصفى والهواء يدخل فيها. باش نزيدو هوني البيكنج باودر يعني خميره الحلويات، وكيف كيف باش نكمل نغربلهم. عندي هوني الخلاط باش نجيب العصير او الكاس الجو متاع الاورانج، باش نصب عليه زاده نص الكاس متاع الزيت نباتي. البنات راهو المقادير تلقاهم في صندوق الوصف مكتوبين. عندنا هوني زاده كاس السكر باش نحطهم، نحط لكم بالكوب والجرام والمليلتر. الفانيليا زاده كيف كيف حطيناها. وباش نحط زاده الساشي سكر الزهر هذا البنات ضروري تجربوه يعني بالزهر. هذه البلدان اللي قاعدين يشاهدوا فينا، دونك اذا كان ما عندكمش سي با لابين يعني تستكفيو بالزيت نتاع القارص كيف اللي حطيته انا توا جوست لاخر باش يعطي نكهه. وعندنا هوني بالطبيعه الزوز مغارف الياغورت الطبيعي. هذه الياغورت الطبيعي يعطيها هشاشه ويزيد يبيضها من داخل تجي ياسر بنينه. وبالطبيعه اخر حاجه اللي هي العظمه نتاعنا 5 بيضات. البنات انا 5 بيضات على خاطر الحجم نتاعهم متوسط. اذا كان انتم ما عندكم بيض حجم كبير اعملوا 4 بيضات فقط. دونك نكملوا نفقصوهم الكل وعلى الخلاط نضربوهم مليح مليح حتى لوين نلاحظوا انه الخليط نتاعنا ابيض ولا هكا مندمج. وهذا الخليط متاعنا زاده كيف كيف حضرناه لين تحصلنا على اللون هذاك هو اللي حاجتي بيه. الدقيق زاده كيف كيف هوني منخول اموره مريقله. دونك باش نزيد الخليط السائل على الفرينه ونبداو نخلطو بشويه بشويه حتى لوين نحسوا هيك الفرينه متاعنا اتحلت ولات ما عادش فيها هيك الكعابر الصغيره ولا خليط مندمج. هوني البنات ما تنساوش باش الفرن متاعكم يكون سخون على درجه 150 قبل ب10 دقائق. هذا سر باش يخلي الكيك يعني تتنفخ في عقلها وتطيب وتجيكم مذهبه من برا ياسر تحفونه به. الطبق نتاع الكيك البنات انا هوني غلطت غلطه انتم ما تعملوهاش. الكيس ما تحطوش يعني هكا، اقلبوه العكس يعني القاع نتاع الكيس هو اللي يجي تحت قالب الكيك. ردوا بالكم هذه نصيحه. فتحطوا الخليط كامل الكل وتدخلوها تطيب على روحها لين تشموا هيك الريحه البنينه فاحت.
وتوا باش نحضروا مع بعضنا الجليز او الصوص اللي مش نحطوه فوق الكيكه نتاعنا. بصراحه ياسر بنين، جربوها البنات وتوا تحصلوا فيها بالحق. دونك عندي هوني نص كاس حليب، عندي نص كاس عصير الاورانج جو دورانج، دونك نكمل نصبه مع الحليب. عندي هوني السكر، انا الذوق يعني متاعكم انتوما واش تحبوا، انا حطيت مغرفه كبيره. وبالطبيعة ساشي سكر الزر هوني ضروري، راهو يعطيها بنة مش عادية بالحق، جربوها. زدت مغرفة السكر، وعندي هوني مغرفة كبيرة زادة مليانة انشاء باش نحركها مليحة مليحة على الغاز حتى لوين يعني يثقل معنا الخليط ويولي كسوس. ما تخليوهش لين يعقاد، لا لازم يكون يعني كريمة متماسكة، لازم يكون هكا سيري شوية. دونك الدرجة هذه سافا. انا طفيت عليه الغاز وباش نمشي نسقي الكيك متاعنا. البنات بالحق ياسر بنينه، جربوها اكيد باش تعجبكم برشا. دونك صحه وبشفاء اللي مش يجربها، واكيد نستنى تجارب نتاعكم على صفحتي الانستغرام لمسات نوسة. نخليكم توا في امان الله، ونتلقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى. وما تنساوش هيك اللايك. نهاركم طيب، بسلامه.